هل نقترب من تخفيض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار؟ 3 مؤشرات قوية تشير إلى ذلك. فيما يبدو باتت الأسواق تحتسب تخفيضا وشيكا في سعر الجنيه مقابل الدولار، وتوجد 3 مؤشرات قوية على ذلك. أولا، الأوراق المالية المتداولة في لندن لأكبر بنك في مصر تشير إلى توقعات بتخفيض آخر لقيمة عملة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. يتم تداول شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31% مقارنة بسعر سهمه في القاهرة، وهو أكبر فارق منذ أغسطس 2016. هذا يعكس التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع مرة أخرى، وفقا لحسن مالك المحلل في دبي. المؤشر الثاني وهو سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض سعر العقد لأجل 12 شهر إلى 41.6 جنيها مقابل الدولار الأمريكي. وكانت الحكومة المصرية قد تعهدت في أكتوبر تشرين الأول بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، مما مكنها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. أما المؤشر الثالث فهو ما كشفته بيانات من أن السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار تراجعت أمس الأربعاء، إذ جاء أداؤها منخفض بشكل حاد عن نظيرتها في الأسواق الناشئة الأخرى، إذ نزل الإصدار القياسي المستحق في 2025 بأكثر من 2.2 سنت. وتعاني مصر التي اتفقت على حزمة دعم مالي ب3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول من ارتفاع تضخم وتأخر مستمر في الواردات. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم مننا كل جديد أول بأول.